مشاهدينا أهلا بكم معنا وسهرة جديدة ويا مسهرني. حلقتنا النهاردة حلقة من طراز خاص بتتكلم عن أحد الأدباء اللي عشقوا المصريين والوطن العربي، وأيضا تعدى حدود الوطن العربي بأعماله الجميلة اللي هي بتنغمس في المحلية زي ما بنقول. وطبعا حصوله على جائزة نوبل كانت أكبر دليل على قمة الانغماس في هنقول المحلية إلى أن وصل إلى العالمية. طبعا حضراتكم عرفتوه، هو أديبنا الكبير نجيب محفوظ. نجيب محفوظ ابن الجمالية اللي اتولد سنة 1911، وطبعا قد ايه تأثر بهذا الحي الجميل اللي عبر عنه من خلال الكثير من الروايات الأدبية. الحقيقة هتسمحوا لنا نخرج لفاصل، وضيفي النهاردة هو مفاجأة الحقيقة من الشعراء والروائيين المهتمين جدا بنجيب محفوظ وأدب نجيب محفوظ، والحوارات اللي قالها نجيب محفوظ جمعها في عدة كتب من أجل إن هو يعمل زي نقول دوكيومنت أو توثيق لهذه الحوارات اللي أكيد كل مهتمي الأدب العربي أكيد بيهتم إن هو يقرأ مثل هذه الكتب. تسمحوا لنا نخرج لفاصل ونتعرف على ضيفي الكريم ويا مسهر. مشاهدينا، بيسعدني أن يكون معي الشاعر والروائي الكبير والقدير الأستاذ أحمد فضل شبلول. أهلا بحضرتك معانا أستاذ أحمد وشرفتني. أهلا بيك، الله يخليك. الحقيقة يعني النهاردة الحلقة هتبقى حلقة ثرية، ويمكن الوقت ما يسعش الكلام عن هذا الأديب يعني المصري اللي الحقيقة الكل بنفتخر ان احنا نجيب محفوظ خرج من قاع نقول احياء القاهرة او من الحي الجمالية، الحي الجميل اللي يعني يمكن هو ده كان من اسباب الابداع اللي احنا يعني بنتكلم عنه في الروايات. بداية حضرتك هنتكلم عن التجربة اللي حضرتك بتقوم بيها والاهتمام بهذا الأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، ويعني يمكن تقول لنا عن اللي انت عملته من أجل نجيب محفوظ عشان ايه بعد كده نتكلم بقى عن الأعمال بتاعته. لكن حضرتك واضح قد ايه عشقك لهذا الأديب، وقد ايه حضرتك اهتميت وقدمت وتعبت في هذه الكتب اللي حضرتك ألفتها. اتفضل. هو أنا طبعا بداية أنا قابلت نجيب محفوظ أكتر من مرة في اسكندرية لما كان بيجي في الصيف. نعم. وكان يعني له قعدة خاصة مع توفيق الحكيم ومع ثروت أباظة ومع بعض الأدباء في اسكندرية. نعم. فده يعني يمكن حفر جوايا كتير قوي. فكنت مهتم طبعا أقرأ كل أعمال نجيب محفوظ. وبعدين كنت شغال خارج مصر، فلقيت في حوارات كتيرة جدا معمولة عن نجيب محفوظ، يعني فجمعتها وطلعتها في أكتر من كتاب. نجيب محفوظ بلا معطف، ودي بتحتوي على 28 حوار خارج مصر في الفترة من 1970 حتى 1995. وبعدين جمعت حوارات تانية من داخل مصر تحت عنوان عصر نجيب محفوظ،
والكتاب ده صدر في احدى دور النشر في الاسكندريه. نعم. لما لقيت عندي حوارات كتير وقريت اعماله، وهو كان بيقول يعني ليه ما كتبتش سيرته الذاتيه؟ قال سيرته الذاتيه موجوده في حواراتي وفي اعمالي وكذا. فانا حبيت بقى استخلص سيرته من خلال هذه الحوارات ومن خلال اعماله. فكان كتاب الليله الاخيره او روايه الليله الاخيره في حياه نجيب محفوظ. ولما عرفت ان في صديقنا الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى عبد الله والدكتور شريف مليكه، وهو احد الطيور المهاجره في امريكا، نعم، بيعملوا كتاب عن نجيب محفوظ شرقا وغربا. فشاركت ايضا في هذا الكتاب بقضيه الكتابه عند نجيب محفوظ، كيف كان يكتب نجيب محفوظ من خلال تصريحاته، برضه من خلال الحوارات اللي كان يعني بتجرى معاه. فكل ده شكل عدد من الكتب، وطبعا هو باعتباره اهم كاتب عربي حتى الان. نعم. واعماله ثريه جدا، اكثر من 55 كتاب، سواء في الروايه او في قصه قصيره او في المسرح ايضا، وكتب نعم. المسرحيه ذات الفصل الواحد. نعم. او حتى في مقالاته اللي كان بيكتبها في جريده الاهرام تحت صحيح. وجهه نظر. كل ده شكل عالم ورافد كبير جدا لكي اكتب الكثير والكثير عن نجيب محفوظ. فكانت الخلاصه هذه الكتب، وربما تاتي كتب اخرى بعد هذه المرحله ان شاء الله. تجميع الحوارات دي يعني يا استاذ احمد حقيقه مجهود كبير جدا، وازاي قدرت تحصل على هذه الحوارات؟ وحضرتك بتقول يعني من سنه 70 ل 95 يعني عدد ليس بالقليل من السنوات، 28 يعني. حوار. نعم. خارج مصر. وقسمته الى حوارات ما قبل نوبل وحوارات ما بعد نوبل. ما دي بقى عشان اعرف هل نجيب محفوظ اتغير بعد ما اخذ جائزه نوبل. لم يتغير. ظل الكاتب المتواضع الذي يعطي حقيقي. ولا يستطيع ان يرفض اي حد يطلب معاه، حتى لو صحفي صغير يجري مع حوار. ده حقيقي. ده حقيقي. ندخل إلى عالم نجيب محفوظ، والحقيقة يمكن هو من أكثر الأدباء اللي هم أعمالهم تحولت إلى أعمال سينمائية ومسلسلات تلفزيونية ومسلسلات. طبعا احنا هنتكلم عن الفن وإذاعية، طبعا الفن عموما. أعمال منها اللي هي بتعد من أهم 100 يعني في 100 سنة سينما، أعمال قدمت سينمائيا، أفلام بتعد علامة من علامات السينما المصرية وأهم الأفلام في 100 سنة. نبتدي بأول عمل أدبي حضرتك تتذكر اللي هو تحول إلى عمل سينمائي. عديد من الأعمال حولت إلى يعني سينما ومسرح ومسلسل إذاعي وتلفزيوني. يعني أتذكر مثلا القاهرة 30 وخان الخليلي. دي من بدايات الأعمال اللي تحولت. بعد كده جاءت بقى الثلاثية وجاءت أعمال كثيرة جدا. ولكن القاهرة 30 ويعني هي كانت القاهرة الجديدة. وبعدين في الفيلم سمي القاهرة 30. وده يمكن أثناء بعد ما أنتج الرواية وقدمها عوقب عليها نجيب محفوظ بنقله من ديوان وزارة الأوقاف إلى مكتبة في الغوري، مكتبة الغوري. نعم. عشان هم حسوا إنه بيقصد حد معين، ولكن هو يعني لا، يعني مش بالتأكيد هذا الشخص يعني بيقصده. نعم. تسمح لي أخرج لفاصل ونرجع لحضرتك ومشاهدينا. هنخرج لفاصل ونعود لحضراتكم ونجيب محفوظ. خلاص يا ستي، ما بقاش فاضل غير بقعة صغيرة. خسارة تعبك فيه، ضبلته قديم. يا ما نفسي ومن عيني اشتري بلطو جديد يكون شيك وحلو. القيافة والشياكة حاجات تافهة، لا تزود ولا تنقص. المهم هو الإنسان نفسه، قلبه. طب وهو في مانع إن الواحد يبقى قلبه كويس ولبسه كويس؟ اشمعنى أنت لابس بدلة شيك؟ بدلتي مش شيك، بدلتي نظيفة وده كفاية. المظاهر كلام فارغ ملهاش لزوم، ولازم تتعودي تدوسي عليها. ومالك خدت الحكاية جد كده؟ أنا بس كنت عايزة أعرف بتشوفني إزاي رغم الفرق الكبير اللي بيني وبينك؟ أنت لسه عندك شك في حبي ليكي؟ كل الفروق اللي بين الناس النهاردة لازم تزول، وهتزول في يوم من الأيام.
على فكرة انا خلصت قرايه الكتاب اللي اديتهولي. رايك فيه ايه؟ هايل مش كده؟ اقول لك الحق من غير ما تزعل، ما قدرتش افهم منه الا حاجه بسيطه خالص، يا دوب طشاش. الله، ليه؟ تقيل قوي، صعب، كله اراء وافكار وفلسفه، وانا مياله للكتب اللي بتوصف الحياه، العواطف، الطبيعه. الحياه كمان فيها افكار جنب العواطف والطبيعه. الحقيقه اني بحس وانا بقرا كتاب زي مجدولين، زي ألان فيرتر، اني بقرا شعر، بسمع موسيقى. عارفه اهم حقيقه ايه؟ ايه؟ اني بحبك. عودة أخرى مشاهدينا الأعزاء ويا مسهرني، والروائي والشاعر القدير أستاذ أحمد فضل شبلول. أستاذ أحمد، روايات عديدة، يعني ذكرنا اللص والكلاب، بداية ونهاية، زقاق المدى، طبعا الثلاثية اللي احنا كلنا بنعشق مشاهدتها وقراءتها أيضا، خان الخليلي، السمان والخريف، ميرامار، صرصرة فوق النيل، الكرنك، عصر الحب، الشحاذ وغيرها من الروائع، والحرافيش طبعا. برضه. هل السينما قدرت تعبر أو تقدم أدب نجيب محفوظ كما يجب؟ وخاصة أن نجيب محفوظ لما كان بيكتب الرواية وتأخذ لعمل سينمائي لا يتدخل إطلاقا في عمل اللي بيكتب السيناريو والحوار، وإن كان هو كان بيكتب أيضا سيناريو وحوار، لكن هو كان لا يتدخل في عمل المخرج، في كاتب السيناريو، كان بيترك الحرية تماما للمخرج ورؤيته الإخراجية. نتكلم عن يعني هل فعلا عبرت الروايات دي عن أدب نجيب محفوظ لما تحولت إلى أعمال سينمائية؟ مش كل الأعمال. يعني هنلاقي مثلا رواية السراب، الفيلم حاجة والرواية حاجة تانية خالص. الفيلم يعني طلع البطل ان هو بيعشق امه، وان هو بلا اب، او ابوه مات وهو صغير، وبلا اخوات. في الرواية لا، له اب، وطبعا بس كان متخلي عن الاسره، كان بيعيش في حياه اخرى. نعم. وله اخوات، وكان يعني بنات وصبيان. الفيلم غير كده خالص. الفيلم اخذ تيمه ولعب عليها بخيال اخر. ونجيب محفوظ ملوش علاقه، ما كانش يعني بيتضايق حتى لو شاف الفيلم. لا، وقال لك حاسبوني على الكتاب اللي انا بقدمه، او الروايه اللي انا بقدمها مطبوعه. لكن مساله التحويل يعني عوامل كتير جدا بتتدخل فيها. الاخراج بيخش، الانتاج بيخش، وجهه نظر الممثل نفسه، صحيح. الاضاءه، الديكور، يعني عوامل كتيره جدا. هو كان على وعي تماما من العمل لما بيتحول الى صيغه اخرى، بيبقى بيتطلب اشياء اخرى. حتى بدايه ونهايه، مثلا نهايه الفيلم غير نهايه الروايه. ان نفيسه انتحرت او يعني رمت نفسها واخوها وراها، لا، ما غير خالص. لا، يعني حتى انور السادات كان قرا الروايه دي، وفي مكتب احسان عبد القدوس في مؤسسه روز اليوسف كان اول مره يتعرف على نجيب محفوظ، فكان بيوجه له عتاب على نهايه بدايه ونهايه. نعم. يعني هو حتى قال يعني ازاي بيعاتبني على شخصيات في روايه مش هي مستقاه من الواقع، بس لها واقع اخر داخل العمل الفني او العمل الروائي. طيب، كتابه السيناريو بدات الاول قبل ما يكتب الروايات، ولا تزامنا الاثنين مع بعض؟ لا، هو كتب الروايات الاول، وبعدين اتعرف على صلاح ابو سيف. صلاح ابو سيف لما كان بيقرا اعماله بيحس انه هذا الكاتب لديه قدره على كتابه السيناريو والحوار، فبدا يعلمه او بدا يوجهه انه يكتب السيناريو ويشارك فيه مع صلاح ابو سيف في بعض الاعمال السينمائيه. لكن هو نجيب محفوظ كان سابق في الكتابه قبل ما يتعرف على صلاح ابو سيف. وهو يعني من المحاسن بتاعت نجيب محفوظ ان هو ما كتبش اي سيناريو وحوار لافلامه. يعني كان اخرون افلام لكتاب اخرين. يعني مثلا كتب رايه وسكينه، يعني بعد الحادثه الشهيره دي بتاعت اسكندريه. كتب حوارات، سيناريوهات لاعمال غيره، يعني زي احسان عبد القدوس. انا حر على سبيل المثال، هو اللي كتب السيناريو بتاعها. هو كان بيكتب للاخرين
سيناريو. وهو ما كانش بيكتب حوار على فكره، سيناريو عشان هو الحوار بالعاميه، هو ما كانش بيحب يكتب بالعاميه. نعم. يعني نعم. بيكتب بالفصحى المبسطه. وحتى في الثلاثيه كان في مواجهه اللغه. يعني له مقوله كده، قال لك لما بدات اكتب الثلاثيه كانت اللغه واقفه قصادي، ولكن حليت المشكله ان انا حتى الحوارات اللي هي المفروض بتبقى بالعاميه فصحتها بس بلغه بسيطه. اللغه العربيه السهله. مين في الروايات نقدر نقول شخصياته الروائيه الاقرب ليه، او هو ما فيش سيره ذاتيه ليه اتحطت في روايه، لكن مين اكثر شخصيه احنا عرفناها من خلال اعماله الادبيه او اللي اتحولت لسينما اقرب لنجيب محفوظ؟ كمال عبد الجواد. هو حتى كان بيصرح يقول لك كمال عبد الجواد بطل الثلاثيه اللي هو قام بدوره نور الشريف في الفيلم، هو اقرب الناس ليا. عشان بنلاحظ ان كمال عبد الجواد مثلا كان عايز يخش فلسفه ويطلع خريج قسم فلسفه كليه الاداب. نعم. ف يعني شخصيه كمال عبد الجواد قدرت تعبر عن شخصيه نجيب محفوظ، او نجيب محفوظ حمل هذه الشخصيه رؤاه وافكاره. يعني حتى كان هو بيكتب نجيب محفوظ في جريده يعني ايام ما كان شاب، وبرضه كمال عبد الجواد كان بيكتب في احدى الصحف. نعم. وهكذا. تمام. تسمح لي اخرج لفاصل مره اخرى واعود لحضرتك ومشاهدينا. فاصل ونعود لحضراتكم واستكمالا لادب نجيب محفوظ. اهلا. الليله هغلبك يا حلو لما نشوف. اسمع كمان، انا قابلت ناس سالوني عليك. مين؟ قمر ونرجس ولاد ابو سريع صاحب المقلب. قابلتهم فين؟ في زحمه مولد الحسين. مشيت جنبهم من غير تردد ولا ارتباك. يا واد يا جريء. اتفقنا مبدئيا اديك خبر نتقابل كلنا. لا يا عم. يا خبر ابيض يا ابني، دي قمر بنت مستويه ولا نرجس يا دين النبي كانت لابسه الملايه من غير بيشه. لا يعني لا. ليه؟ ما بقتش اطيق القذاره. ما اقدرش اقابل ربنا وانا ملوث. تطهر قبل الصلاه. الميه ما تطهرش الدنس. انا من رايي ان الشهوه غريزه حقيره. انا اكره فكره الاستسلام ليها. دي ما اتخلقتش فينا الا عشان تلهمنا الشعور بالمقاومه والتسامي، عشان نعلو بجداره لمرتبه الانسانيه الحقه. إما أني أكون إنسان وإما أني أكون حيوان. ما افتكرش إنها شر. دي الدافع للزواج والذرية. الذين يحبون حقا لا يتزوجون. بتقول إيه؟ الذين يحبون ما فوق الحياة لا يتزوجون. مشاهدينا عودة مرة أخرى، وضيفي الكريم الشاعر والروائي القدير الأستاذ أحمد فضل شبلول. هو بقى مر بثورة، طبعا ثورة 19 كان يعني صغير في السن، بس هو أكيد يتذكرها أكيد جيداً. طبعا الأحداث أكيد كانت يعني ساخنة، فأكيد يتذكرها. 23 يوليو حرب 73. قد ايه تأثر أدب نجيب محفوظ بهذه نقول الثورات والأحداث السياسية وطبعا خروج الملك وغيرها والحاجات دي كلها، يعني قد ايه التأثر بالأحداث السياسية وكيف عبر عنها في الروايات؟ أنا بقول إن نجيب محفوظ كان كائن سياسي. حتى كنت كتبت مقالة أخيرة يعني وترجمت اللغة الإنجليزية. نجيب محفوظ روح سياسية. فهو كان سياسي من الدرجة الأولى. نعم. وبس ما كانش سياسي فج، يعني ما كانش بيقحم السياسة في العمل، وإنما الحوار هو اللي بيجيب هذه السياسة. وهو كان بيقدس جدا سعد زغلول لغاية حتى ما نهاية وحزب الوفد يعني القديم. فمن هنا يعني حتى كان له مقولة جميلة جدا بيقول لك: إذا لم تكن السياسة هي كل شيء فالسياسة
في كل شيء. يعني كل شيء في فيها حياتنا سياسه، السياسه داخله فيها. فبالتالي واحنا بنقرا اعماله في فلسفه وفيها سياسه، وده يمكن سر تميزها وسر وصولها الى الناس بسهوله ويسر، يعني عشان الناس بتلاقي نفسها في اعماله. صحيح. يمكن لو انا قريت عمل مش لاقي نفسي فيه ممكن ما اقراهوش، لكن احنا بنقرا نجيب محفوظ مره واثنين وثلاثه لهذه الانسانيه اللي عليها تلك الاعمال. طيب لو دخلنا على نوبل، وطبعا احنا بنقول اولاد حارتنا دي كانت يعني من الروايات اللي هي طبعا اثارت الجدل واتمنعت وما زالت طبعا الى الان، واللي يعني وهو لم يكتب من اجل نوبل، هو راجل اديب مصري حتى النخاع بيكتب عن الحاره المصريه والمشاكل المصريه ولا يفكر في نوبل، وفجاه يحصل على جائزه نوبل. هو لويس عوض وعباس محمود العقاد تنبأ انه نجيب محفوظ من عشرات السنين قبل نوبل انه هيفوز بنوبل، عشان هو اديب انساني عالمي كوني. فلويس عوض قال له اعمالك تستحق ان تفوز بنوبل. سنه حاجه و60 لما فاز جون شتاينبيك الرائي الامريكي، عباس محمود العقاد قال احنا عندنا اعظم من جون شتاينبيك، عندنا نجيب محفوظ هو الذي يستحق نوبل. فمن فتره مبكره كان الادباء والنقاد والكتاب الكبار يتوقعوا ان نجيب محفوظ هياخدها، الى ان حصل عليها سنه 88 وهو اتفاجئ انه حصل عليه. اتفاجئ. يعني من خلال برضو رصد حضرتك للحوارات اللي هي تمت بعد الحصول على نوبل، شايف نجيب محفوظ يعني هل ده أثر عليه مثلا في حكاية الكتابة أو خلاه مثلا، ولا هو نجيب محفوظ لم تؤثر لا فيه؟ هو نجيب محفوظ بس كان له عبارة جميلة جدا مشهورة، قال أنا حسيت بعد نوبل إن أنا موظف عند نوبل، عشان طبعا الإعلام العالمي كله كل شوية يجوا يعملوا مقابلات حوارات بقى ولقاءات. حتى بنته كانت بتقول له اهرب على اسكندرية، سيب بقى الجو ده كله عشان يعني تختلي بقى بنفسك وكده، اهرب على اسكندرية وسيب الحاجات دي كلها. قال لما أنا هربت من اسكندرية هيجوا لي اسكندرية برضه. لكن هو لم يغير آراءه بعد نوبل، هي يعني نفس الآراء في الحياة وفي الفلسفة وفي السياسة، وهي لم يتغير، لم تتغير تلك الآراء، ولكن كان عليه ضغط عصبي. حتى لما هو كان بيحب يعيش حياة هادية جدا ويمشي في الشارع زي ما بنقول والتقي بأصدقائه الحرافيش. يعني هو ما كانش عايز هذا الصخب، يعني هو بيحب يعيش في هدوء. وإن كان هو برضه في ناس بتفسر الهدوء دي على انه يعني ملوش موقف او كده، لا ده كان له موقف سياسي خطير جدا، واشتبك مع نزار قباني فتره من الفترات لما كتب نزار قباني قصيده اسمها المهرولون. قال نجيب محفوظ عنها انها يعني شعر جيد ولكن موقف ضعيف. فده طبعا اثار نزار قباني وقال له انت مواقف كانت ضعيفه. لم تكن مواقف نجيب محفوظ ضعيفه على الاطلاق، ولكن عبر عن كل ما يجيش بداخله من خلال اعماله. برضو تسمح لي اخرج لفاصل واعود لحضرتك ومشاهدينا، فاصل ونعود لحضراتكم. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأديبنا الكبير الراحل نجيب محفوظ. أستاذ أحمد، الكثير كانوا يتمنوا أن هم يمثلوا شخصيات نجيب محفوظ من الفنانين، وبيعتبر المحظوظ، وكانت المنافسة بين إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ في الأعمال اللي هي تحولت طبعا لأعمال سينمائية وناجحة، فكانت المنافسة شديدة جدا. لكن مين أكتر الفنانين اللي كانوا أكثر حظا في تقديم شخصيات نجيب محفوظ الروائية سواء من الفنانين أو الفنانات؟ هو هنقول نور الشريف وشادية. نور الشريف عمل له أكتر من حاجة، وشادية هو كان نجيب محفوظ يعني بيقول هي اللي عبرت عن المرأة في أعمالي. هنلاقي شادية موجودة في ميرامار، زهرة، هنلاقيها موجودة في اللص والكلاب، نور، هنلاقيها برضو موجودة في حميدة في زوائل مدى. هو بيحس ان الشخصية المصرية دي وملامحها المصرية عبرت فعلا عن اللي عايز يقوله. نور الشريف برضو باعتباره كان كمال عبد الجواد في الفيلم، وعمل له أفلام كتيرة جدا بعد كده. لكن أحمد زكي هو اللي كان عايز يؤدي شخصية نجيب محفوظ في فيلم. فبكل بساطة بقول لأحمد زكي بعد ما أحمد زكي عمل بقى السادات وعمل
جمال عبد الناصر وكمال وعبد الحليم نعم. وكده. فبيقول له لا، انا شخصيتي لا تصلح ان تكون شخصيه روائيه، ولكن انا من وجهه نظري لما قريت حياته وقريت اعماله لا، شخصيته دراميه من الدرجه الاولى منذ لحظه ميلاده في 11 ديسمبر 1911 حتى لحظه وفاته في 30 اغسطس عام 2006. وما تضمنه ايضا من محاوله الاغتيال. لا طبعا. يعني محطات كتيره جدا، محطات كثيره تستحق ان هي ممكن كانت تتعمل فيلم، يعني فيلم روائي درامي مشوق يعني. تمام. الشاعر والروائي القدير الاستاذ احمد فضل شبلول، حقيقي مجهود حضرتك يعني تقدر عليه، على اهتمام حضرتك بهذا الأديب اللي حضرتك يعني برضو التقيت بيه وكنت يعني من رواده ومريديه أيضا. وطبعا ده يعتبر نوع من التوثيق لكل ما قاله نجيب محفوظ، والتحليل أيضا لهذا الأدب، يعني نقول الأدب اللي هو عبر عن الحياة المصرية وبكل مراحلها وكل الفترات السياسية اللي أيضا خضناها كانت موجودة في أدب نجيب محفوظ. أستاذ أحمد قدم لنا الحقيقة يعني نقول وجبة دسمة ممكن نتعرف عليها من خلال ما كتبه. بشكر حضرتك مرة أخرى على تشريفك لنا، وخصوصا من الأسكندرية، مخصوصا حبا في هذا الأديب. بشكر حضرتك مرة أخرى. شكرا لحضرتك. مشاهدينا، وعلى وعد بلقاء جديد وسهرة جديدة ويوم سهرني، بشكركم وإلى اللقاء.